هو فعلا ميسي أعظم من كريستيانو؟ طب هو فعلا كريستيانو رونالدو بيتعرض لمؤامرة بتهدد مسيرته، عايزين يمحي مسيرته؟ تعالى أنا أفهمك. ما تنساش تعمل لايك، ولو لسه مشتركتش في القناة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدأ الحلقة. ميسي وكريستيانو رونالدو مين الأفضل؟ ليه ميسي يكون الأفضل؟ ليه ما يكونش كريستيانو؟ هنتفق انا وانت على حاجة، انا وانت وميسي نفسه متفقين عليها، ان كريستيانو هو اشهر رياضي على مر التاريخ. ده موضوع منتهي، رياضي مش لاعب كورة. كريستيانو اكتر رياضي مؤثر في التاريخ، واكتر انسان متابعة على السوشيال ميديا في كل حاجة. طب ليه كريستيانو ما ينفعش يكون واجهة كرة القدم العالمية؟ هقول لك انا ليه. عشان ما ينفعش يكون عندك شخصية، ما ينفعش يكون عندك وجهة نظر، ما ينفعش يكون عندك رأي، ما ينفعش تكون صريح، ما ينفعش تكون معارض لليويفا، ما ينفعش تكون معارض للفيفا، ما ينفعش تطلع تقول رأيك، ما ينفعش تبقى في حفل بلندور وما تحضروش، ما ينفعش تطلع تعاند بلاتر وبلاتيني. الكلام ده من 10 سنين ولا حاجة. طب ما ليه اللي ينفع افضل ساكت، ينفع ما اتكلمش، ينفع اخلط السياسة بالكورة، ينفع اروح اسرائيل عادي، ينفع اصافح الاسرائيليين عادي، ينفع اروح عند حائط المبكى عادي. ده اللي ما بيعملوش كريستيانو. كريستيانو مش عايز يعمل كده. ما ينفعش تقاطع منتجات المياه الغازية، ما ينفعش تقاطع الخمور، ما ينفعش ما تبقاش لاعب بتحط وشم، ما ينفعش تكون لاعب تتبرع بالدم، ما ينفعش تكون لاعب بتتبرع بالحذاء الذهبي اللي في وقتها في 2011 كان أمنية حياة أي لاعب كورة، إن أنت تكسب جايزة زي دي تروح تتبرع بيها كلها لأطفال غزة والمدارس هناك في المجاعات. ما ينفعش في 2015 و 2016 تطلع لايف صريح قدام العالم كله تضامنا مع أطفال سوريا والمجاعات في سوريا واللي بيحصل في سوريا من الكيان الصهيوني والدول الغربية. ما ينفعش تكون بميول عربية وتكون ميولاتك للعرب. ما ينفعش تكون لاعب عندك اصرار وتوجه الشباب وتكون قدوة للشباب ان انت ما تاكلش شوكولاتات كتير، لازم تكون محافظ على نفسك، لازم تكون راجل هيلسي في الرياضة، ما ينفعش مشروبات غازية. الحاجات دي كريستيانو لما بيقطعها يا جماعة بتخسر مليارات. الشركات دي تكاد تكون بتقع، لو شركات صغيرة هتقع. الشركات دي اسهمها في البورصه العالميه بتنهار لما كريستيانو يشيل كوكاكولا كده ويشيل ميه الغازيه كده ويشيل الخمور كده ويقول لك انا بشرب ميه بس. انت شباب، بص كام شاب في العالم ورا كريستيانو. لما تكون بتتعاطف مع المجاعات وتتعاطف مع سوريا وتتعاطف مع العرب وتكون ليك علاقة كويسة بالعرب، هم مش عايزين كده. لما تكون بترفض المثلية والمثليين وما بتدعمش الشواذ، هم مش عايزين كده. لما تكونش راجل ماسوني ومن عبدة شيطان، هم مش عايزين كده. طب هم عايزين ايه؟ هم عايزين لعيب كيوت حلو كده بتلعب كورة وحريف، تمام، وتكون بتخلط الكورة بالسياسة عادي وتروح اسرائيل عادي والمبكى عادي وتحط وشم وتحط ماسونية وعادي تشرب وبتاع. وانا هبص الشباب كلها بصوا بقى ده بيلعب كورة عادي، هو بيشرب خمور وبيشرب كل حاجة والامور عادية تمام. طب مين اقرب حد لكريستيانو يقدر يعمل كده؟ ليونيل ميسي. بس يا جماعة ميسي مشواره مش طويل، خلاص نوقف مشوار كريستيانو، ننهي كريستيانو لغاية كده، نبدأ الحرب على كريستيانو. ازاي؟ خد دعاية، خد كلام صحافة، خد اشاعات، خد اصلا البنت اللي كان القضية اللي رفعتها عليه، خد اصلا ده هيسيب المنتخب في كأس العالم، خد اصلا ده رايح النصر السعودي، خد اصلا كريستيانو اتهرب من الضرايب، خد اصلا كريستيانو. اصل كريستيانو في كل حاجة. لازم اسطورة لعيب زي ده عشان نضيف لازم تنهار، علشان جزء كبير من العرب او المسلمين بيحب كريستيانو لازم الصورة دي تنهار. صورة اللاعب النظيف دي لازم تنهار. كريستيانو انا عايز اشتغل، انا عايز التمرينات، عايز ابعد عن الان هيلسي، عايز اكون لاعب كوره كويس، عايز اخلي الشباب تزود، عايز الشباب. لا هم مش عايزين كده. انت ما تكبرش علينا الحوار، احنا عايزينك تعمل اللي احنا عايزينه. تدعم مسلين يبقى تدعم مسلين، تحط شرط الشواذ تحط شرط الشواذ، تشرب خمور تعمل دعاية للخمور ماشي، تعمل دعاية
المياه الغازية ماشي على حساب الناس، على حساب الناس، ما تكبرش الموضوع. ده مش كريستيانو. كريستيانو مش هيعمل كده، يبقى خلاص مسيرتك تقف. كريستيانو راجل مش مسلم، كريستيانو الافعال دي كلها افعال خيريه مش بناء على ان هو مسلم وكده. بس برضه انت بتاخد الشباب في الاتجاه اللي هم مش عايزينه، انت بتاخد شباب العالم في اتجاه هم مش عايزينه. لما بتكون بتتبرع للمجاعات في غزة وفي سوريا، وبتكون ضد الكيان الصهيوني وشركاتهم وتصرفاتهم ودعاياتهم، يبقى ما ينفعش تكون معانا. ما ينفعش انت تكون الاسطوره، ما ينفعش تكون انت الواجهه العالميه لكره القدم. يبقى انت كده لازم تقف، ويجي حد مكانك يكون هو الرقم واحد، هو اكتر واحد متشاف، هو اكتر واحد متصيت، هو اكتر واحد مسموع. ما ينفعش، علشان كده هتتسحب منك كل الجوائز على قد ما نقدر، وهنحط الاعلام عليك والشو عليك والاشاعات عليك لغايه ما يطلع ميتينك، وننهي مسيرتك بدري بدري، وتطلع في الاخر بالصوره اللي زي الزفت اللي هم عايزين يعملوها دي. الصحافه والاعلام ما بتكتبش من نفسها، الصحافة والإعلام موجهة من شركات ومن مؤسسات كبرى في البلد. انت بس اللي قاعد هنا بتعمل كوبي باست وتعمل شير وتلقح وخلاص، مش فاهم اي حاجة، لكن الناس دي عارفة هي بتعمل ايه كويس. وده ليه كريستيانو ما ينفعش يكون رقم واحد؟ ليه ميسي الاشاعات تطلع عليه وكل الكلام يطلع ان ده ميسي ياخد كاس العالم، ميسي ياخد كل البالون دور، هم بيهيئوا لك الجو قبلها عشان ما تكونش انت مستغرب. يلا يا حبايب ميسي كده شير بقى، شير على الفيسبوك وشير وكوبو بيست عشان الامور تنتشر قبلها بسنه، عشان لما ياخدها يبقى ده امر طبيعي وامر عادي. خلاص عرفنا اللعبه احنا كده عرفنا اللعبه وفهمنا الدنيا ماشيه ازاي، وعرفنا ليه كريستيانو لا.